هذا الكولونيل هذاك راه كولونيل ماجور، هذا كيطبع الفلوس لراسو، هذا كيدخل كيقول لهم طبعوا لي مثلا شي 3 المليار ولا 4 المليار، كيستفخم شي وكيديها للدار. تخيلوا فين وصلت السيبه، ان كولونيل ديال الجدارميه حيت مجوج بابيره كيدخل كيقول لهم طبعوا لي مثلا قد بغيت 4 المليار 5 المليار 20 المليار هذه. طبعا الحال شي وقع الاقتصاد، حيت كولونيل ديال الجدارميه كيطلع كيطبع الفلوس على هواه سون بروبر كغي، يعني كيطبع ولا حاسب لا رقيب، كتصدق طالعه في عوض ما عندك قيمه قد هذيك الفلوس قد هذيك السلعه اللي عندك في الدوله، عندك الدوبل مثلا ولات عندك 40 مليار ديال الدولار، حيت هما ما يقدوش يديو هذاك الكولونيل للحبس. كيديروا الموازنه. ماشي الموازنه، كيدوبلوا لك لي بري، تولي قد هذيك الفلوس اللي كتسيركيلي قد القيمه ديال ديك السلعه، دونك كيطلعوا في الاسعار باش ما يوقعش اللي كيتسمى التضخم، باش ما يوقعش ديك القضيه ديال انت عندك الفلوس في جيبك وكتخرج تشري وما لاقي ما تشري. دونك هما باش ما يطيحوش هذا المشكل، حيت كولونيل ديال الجدارميه كيطبع الفلوس في دار السكه على هواه بدون يحاسب، بلا كيدخل كل تما كيقول لهم عطيوني 20 مليار، كيعطيو 20 مليار، عطيو ماشي هو مجموعه الناس. عندنا في المغرب تما تيطبعوا الفلوس كيخرجوهم في الطوموبيلات في الكاميوات. دونك شنو كيديروا؟ كيبقاو يزيدوا في الاسعار، وما كيزيدوا لكم مع بشويه نتوما ما كتعيقوش. كشي علاش كتلقى مثلا الاسعار كتزاد كل مثلا عام عامين، كتزاد لك مثلا فيها 10%، وضرب هذيك 10%، شي ديك 10% ديال الاسعار اللي تزادت راه كلها فلوس طبعات هكذاك، طبعوها الخونه، طبعوها في دار السكه، كيدخل تيعيط التليفون تيقول لهم انا صيفطكم واحد الكاميو طبعوا لي 200 درهم. هذا الشيء زائد بزاف د الحوايج ديال طوموبيلات دو لوكس اللي كيتستوردوا بيان سور. واحد اللي كيستورد فواتور دو لوكس راه كياخذ من العمله الصعبه. واحد مستورد مرسيدس كدير 200 مليون ما غيخلصش المانيا 200 مليون ديال بالدرهم، راه كيخلصها بالاورو. هذاك الاورو هو كيشونجيه، الدوله اللي مكلفه بالفلوس راه كيشونجيه باورو. هذاك الاورو منين كيجي من ديك الخضره والفاكهه والحوت اللي والفوسفات اللي كيمشي من البلاد. دونك الطماطم جا في عوض ما تشريها ب 10 ريال كتشريها ب 10 دراهم، لان فلان تيطبع الفلوس في دار السكه وكيحطهم عند الخزينه معندها ما دير بهم، لان ما يمكنلاش تخلص المانيا بالدرهم، كتخلصها بالاورو. هذاك الاورو من كتاخذوا بالمعاملات ديال تصدير الزمر. اي واحد غيقول لك واه حنا كنستافدوا من ليسانس كيجيبوه بالعمله. ليسانس كيطلع ليسانس والمازوت تيطلع بالثمن ديال بالترونسبور ديالو بكل شيء ليه كيطلع بشي 3 دراهم. 3 دراهم كتربح معاك. الشركات كيربحوا معاك الا كنتي كتشري ليسانس ب 13 درهم راه كيربحوا معاك 10 دراهم في الايترو. نورمالمون واحد الماده حنا كنستوردوها ما خصش الدوله تربح فيها. اش غتربح؟ يعني غادي يزيدوا عليك واحد الثمن ديال الخدمات. وي بطبيعه الحال خدمات، لان هاد الدوله مثلا اللي كتمشي مقابله زعما هي اللي ريسبونسابل باش توفر للناس المعيشه والحياه والطاقه وهذا وطاطات، راه عندها كاين خدمات، كاينه مثلا واحد الجمارك، عندنا ناس موظفين، كاين ترونسبور، كاين طاقه. ولكن هذا الشيء راه ما كيشرحش لينا ان غادي يربح معاك 10 دراهم في ليترو. 10 دراهم في ليترو يعني جيت تحسبها راه فوا 13 درهم الا قسمتيها على 3 دراهم فوا تقريبا فوا 4 فاصيله نديرو حناها فوا 4، يعني كيربح معاك 400%. يعني الا كنتي تخسر مليون دولار، حنا غنقولوا مثلا مليون دولار ديال ليسانس في النهار، 4 لان 400% هي ملتيبلي با 4، 4 المليون ديال الدولار في هذاك المليون دولار اللي كتخسر اللي كتجاب ديال ليسانس. جاب ليسانس مليون دولار راه ماشي شراها بمليون دولار، راه طلع بمليون دولار، يعني الثمن الاصلي ديال الشراء ديالو زائد الترونسبور زائد هذا بزاف د الحوايج. دونك هو في عوض مثلا غيزيد عليه واحد 10% ديال الخدمات. شنو هي هاد الخدمات؟
هي جمارك، هي موظفين، هذا طاطا، ما غتفوتش 10% بالطاقه ديالها بكل شيء. الا دخلتي مع شركه خاصه اللي هي غتقوم بالتوزيع، ما خصهاش تفوت هي 10%، 15% ديال الارباح ديالها، 20%، 400%. نورمالمون هذا غير مثلا هضرنا على مجال ديال الطاقه ديال ليسانس المازوت. الدوله ما خصهاش تربح فيه نهائيا. فكروي بان الناس اللي عندهم ليسانس راه السيبه عندهم كيبيعوا باش ما بغاو ولا شنو، راه كاين راه كونترولي داكشي، كاين كونترولي، يعني راه ماشي نقولوا لا راه الدول العظمى كيشدونا كيستغلون، لا كونترولي، راه ما كاينش، راه الارباح راه يعني راه محدده. راه ماشي انا مثلا نقولوا امريكا السعوديه مثلا كتنتج البترول تبيعوا باش ما بغات، لا ما تبيعوش ما بغات، راه كاين السوق الدوليه اللي كتحكم في داك الشيء. حيت راه ماشي غير حنا بوحدنا اللي كنشريو من عند السعوديه، راه دول العالم كلها كتشري من عند السعوديه. علاش حنا بوحدنا اللي ليسانس عندنا طالعه هذيك الطلعه كلها؟ بيسكو فرنسا كتشري ليسانس مع السعوديه، دول اوروبا كلها الاكثريه ديالهم كيشريو ليسانس مع السعوديه. علاش الدول الاوروبيه ليسانس كيبيعوه بواحد الثمن معقول اللي هو مناسب؟ كتلقى ليسانس كيدور ما بين $2 حتى $3. الولايه ارخص ولايه كتلقى $2 هو طالع 2 هذا حتى $3. هذا هو المعدل. كاين الولايات اللي كيكون بحال كاليفورنيا كيطلع كيقدر يوصل 3 فاصله شي حاجه. المهم حنا تنقولوا ما بين 2 و 3. ميريكاني اولا مقيم ميريكان ملي كيشري داك الليسانس ب 3 ايترو $3، 4 ايترو $3، هنا $3 بحال قلتي 3 دراهم سي غيان. يعني كدير البلان ديال الليسانس بحال دابا الطوينيبيله عندي دريويشه البلان ديالها $20. $20 راه ما كدي ليا سيمانه نمشي للخدمه ونجي وهذا ونقضي شي اغراض، اولا دير ليا 5 ايام مثلا. $20 ما كنحسبش ليها، يعني ما كنمشي كنخشي لاكارت $20 عار راسي انا عندي 20 دولار كاينه، يعني ماشي حاجه غتحسب ليها واش كاينه ولا ما كايناش عندك. شي ما يكونش عندك الفلوس كتجبد كريديت كارت $20 سي غيان بحال قلتي والو. ما كتخممش ليسانس، هنا ما كيخموش ليه الناس. قدره شرائيه كاينه اوكي، حنا ما عندناش قدره شرائيه، ولكن علاش المرسيدسات ديال البوليس، البيامات ديال الجدرميه، ديال الكولونيلات، ديال الجنرالات، الطوموبيلات ديال العائلات الهلكيه بناتهم ولادهم، ما كاين غير البورش، ما كاين غير الماستانغ، ما كاين غير الفيراري، ما كاين كل شيء ليسانس؟ علاش السيارات ديال الموظفين العموميين ديال الحكومه كل شيء ليسانس؟ مرسيدس، الهوندا، البوليس، كاتكاتات، كل شيء ليسانس. علاش السيارات ديال العسكر هادو سيارات ديال العسكر، يعني السيارات الميدانيين، ما كنهضرش على السيارات ديال الكولونيلات وديال الكوماندارات، السيارات الميدانيين، الجيبات وهذا ميني بيس كبير كيهز 40 خلق ايسانس في الجدرميه. الا كان في الجدرميه غيكون حتى في العسكر، حتى في البوليس، حتى في المخازنيه. ميني بيس كيهز كار، يعني كار، راه ماشي ميني بيس، راه بيس هو ايسانس كيهز 40 ديال البشر كيوصلوا من الخدامي ايسانس. بيسكو نتوما تقولوا دوله فقيره والكود فيه هابط وهذا، علاش كنستوردوا هاد السيارات هادي؟ علاش عوض ما نستوردوا هاد السيارات هادو كاملين ونعطيو لوبورتونيتي ديال واحد النسبه ديال 10% من الشعب كامل انه يشري طوموبيلات ويتبرع في البيامات وهذا؟ علاش ما نديروش استثمار؟ هذوك الفلوس اللي غادي، دوك $1 الاورو، الميزانيه ديال الاورو اللي غنخلصوهم حنايا للسيارات وهذا، حنا ما محاربين مع حتى واحد، حنا ما محاربين، ما عندناش اعداء اصلا. حنا ما نقدروش نديروا اعداء وما نقدروش نتحاربوا بدون اذن ديال، وما تقدرش شي دوله في الدول العالم الثالث انها تهجم على شي دوله، لان كاين العراق مشى هجم على الكويت، راك شفتوا اش داروا ليه العالم، يعني ما تقدرش، راه يكذب عليك الكذاب، ديك التعاويد الخاوي ديال راه بوليزاريو المغرب الجزائر تخربيق. العالم الي كونترولي، العالم الي كونترولي، ما تقدرش تحرك شي حاجه. راه ملي كتشري السلاح من عند دوله عظمى كتشري ولا كدير كونطرا ولا هذا، واخا يكون عندك سلاح كونتربوند بحال المغرب راه كيشريو، راه الفردي اللي عند البوليسي والجدارمي كونتربوند، السلاح اللي عند العسكر كونتربوند.
ما تقدرش تحرك. راه كيقول لك هادشي راه غير بوغ لا فورم، باش يتسمى عندك جيش وعندك بوليس وعندك هذا، البوليس يقدروا يستعملوه في الدفاع النفسي ديالهم وهذا، ولكن ما تقدرش تحرك، ما تقدرش تدخل تقول حكا راه غادي نمشي ما تقدرش. دونك حيدوا من الفكره ديال بالكم هذيك الهضره الغوغائيه ديال دوك صحاب اليوتيوبرز المناضلين ديال الخرا حاشاكم اللي كيهضروا عا كيبلبلوا، اللي هما كيحركوهم بطونات من حاشاكم من المؤخرات ديالهم، كيبداو يعاودوا لكم الخوا الخاوي، لا راه البوليزاريو، لا راه هذا هجم على هذا، لا ضربوه بالصواريخ. شي واحد يقدر يتفنفن، ماشي السيبه في العالم، ما تقدرش تحرك الا شي واحد هو اللي جا بغى يدخل عليك وما يقدرش، ماشي حماق هو بسطي غادي يجي الناطو، تجي الامريكان يبومبارديو ديال مو يهزوه يديروا ليه بحال صدام ولا بحال ما كاينش راه ما كاينش السيبه في العالم اصاحبي، راه السيبه عندنا حنا. وعلاش حنا ما نستثمروش في الترونسبور من شحال هادي؟ ما غنحتاجوش اخويا البام ديال 120 و 140 مليون وبشي كولونيل ديال الجدرميه يبدا يطبع الملاير في دار السكه فلوس نوار يطبعهم، زاد عندنا الميزانيه على الدرويش باش هو يمشي يشري، هو يتبرع بالبورشات والمليارات ويصر يخون، حيت الفلوس ديال هادشي اللي كيمشي ديال الفوسفات والذهب وهادشي اللي كيتصدر شكون اللي بهاد الطريقه، هذه هي الطريقه برينسيبال باش كتخون. كنت خدام في الطريق في لوطوروت، وقف عندي جبنا هذا الموضوع ديال الاضرابات ديال الكاميوات اللي تيديروا الترونسبور ديال الخضره، الميتسوبيشي اللي كيهزوا الخضره وهذا. بقيت كنهضر انا وياه تنتناقشوا في هذا الموضوع، يعني كنناقشوا اقتصاديا وسياسيا. اش قال لي هو؟ قال لي يا الشيف، قال لي انا مثلا كنجيب البصله من بودرباله لا ريجيون ديال مكناس نجيبها لكازا. قال لي هاد القانون الجديد علاش عند الكاميوات داروا النقابه وداروا حيت النقابه هي راه مخزنيه مخابراتيه، داروا اضراب. علاش؟ لان الدوله بغات تطبق عليهم سوا ديزون، بغات تطبق عليهم الطوناج يكون قانوني، يعني كنتي كتهز مثلا الكاميو ديالك كيهز 10 طون ما تفوتش 10 طون، والكاميوات كيهزوا 20 طون يعني الدوبل. دونك الدوله قالت لهم ما تفوتوش 10 طون، ولا حنا خاسرين. داروا الاضرابات هذا، كتصبح البصله في كازا كانت كدير 100 ريال كتصبح تدير 300 ريال. ويقول لي نضرب معك عمليه حسابيه صغيره جدا. قلت له انا ما عارفش داكشي. قال لي مثلا هذا الكاميو ديال البصله كنجيبو انا من مكناس لكازا كيطلع عليا ب 1000 درهم، نقولوا 20 طون اللي هي غير قانونيه، 20 طون 1000 درهم، كل طون كيتقام عليا 50 درهم، 1000 ريال. الطون فيه 1000 كيلو، يعني الكيلو كيتقام عليا بريال، 5 فرنك. قال لي الا طبقت القانون ديال 10 طون خصني نجيب 10 طون وكاميو اخر يجيب 10 طون اخرى، ها هو 1000 درهم هنا و1000 درهم هنا. يعني الكيلو في عوض كان تيتقام عليا بريال ديال الترونسبور غيتقام عليا ب2 ريال ديال الترونسبور الكيلو، يعني 10 فرنك، 5 فرنك 5 فرنك. قال لي واش هاد المواطن الا قلتي ليه غادي تزاد عليك المطيشه الكيلو البصله مثلا كانت كدير 60 ريال وصبحات كدير 62 ريال، قال لي واش المواطن غيضر؟ قلت ليه جو ما غيضرش، 62 ريال الا زدتي عليه 2 ريال بهاد لا غيزون. قلت لي ودي راه 2 ريال زدناها عليك لان بغينا السلامه وهذا طاطاطاط. قلت لي مواطن 2 ريال، ما المواطن البسيط اللي تصبح جايد عليه 4 ريال ما غاديش يهضر. قال لي يوم مني كنديروا اضراب وهذا كتصبح البصله كدير 300 ريال. قال لي يوم مني كيحيد الاضراب كيوصلوا شي مفاهمه وعافاكم غير نقصوا شي شويه وهذا كتصبح البصله دايره زايدين فيها درهم 2 دراهم، كتبقى تلعب زيد 10 ريال درهم. علاش؟ كيتلقوا ديك البلا بلا ديال راه الدوله بغات تطبق لنا الطوناج، هذه الهضره البلا بلا وهذا. قال لي خدامين ولاد الكلبه مع المخابرات مع المخزن مع الاحزاب مع السياسه. قال لي راه لا بغا يطبقوا هذا القانون، قال لي القانون مزيان لينا حنا لاننا شايفور هذاك السيد اللي عنده 4 الكاميوات راه ما يبقوش قادين 4 الكاميوات، لان خصو يهز القانون، خصو يهز 10 طون في عوض 20 طون، غيولي بز منه انه غيشري 4 الكاميوات اخرين. قال لي الشيفورات غادي يوليو مطلوبين.
كون كانت دوله الحق والقانون، كون ما كانوش الشفاره، كون ما كانوش المخازنيه، كون ما كانوش المخابراتيين، غتزاد عليك انا على اقدر تقدير هي كتزاد 4 فرانك ولا 2 فرانك في الترونسبور. عطيتها لكم بواحد الطريقه رياضيه جد مبسطه. هنا هادو هما المسائل اللي كتشفر فيهم الدوله. راه كيشفروا يعني بطريقه تقنيه، راه ماشي تيجيو تيشفروا، تيجيو تيحلوا فمهم. كيشفرك بطريقه تقنيه وكيشوف يدو غاديه لجيبك وكيجبد لك الفلوس وما كتقولش لا وما كتقدرش تقول لا. تحياتي وشكرا لكم ساعه مبروكه. لافيو تحياتي.